طلع من السجن اكتشف ان مراته حامل من جاره. راح مسك البنت اللي عندها 7 سنين وراح شق بطنها. البنت ماتت في الحال. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة، واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الغربية، بالتحديد مدينة المحلة الكبرى. احنا عارفين ان اي زوج يا جماعة ممكن يتنازل عن اي حاجة الا رجولته، الا عرضه وشرفه. ده شيء بالغريزة. تلقى الولد بيغير على امه، الاخ بيغير على اخته. دي حاجة الواحد بيتولد بيها، مش خنزير. احنا الواحد منا مش خنزير او خرتيت، لا، احنا من ذوات الدم الساخن، دم نفاير. ما ينفعش الاقي مراتي حد بيعاكسها واقول الله يسامحه، لا، الا دي. في حاجات ممكن لو واحد خطف مني 10 جنيه ربنا يسامحك، نشل المحفظ هعمل ايه؟ يمكن يكون محتاجها، ربنا يبارك له في اللي رجاه، ماشي. لكن تيجي بقى واحد بيتحرش بمراتك، ما ينفعش تقول له روح يا عم الله يسامحك. بيتحرش باختك، ما ينفعش واحد يعتدي على حرمة بيتك وعلى مراتك ويعتدي على بنتك ولا اختك وتتسامح. في حاجات صعبة. احنا معانا النهاردة جريمة قتل بس غريبة قوي. عارفين المثل عفوا يعني اللي بيقول ما قدرش على الحمار، عفوا انا اسف، اتشطر على البردعة. اهو ده اللي حصل. الزوج اسمه عبد العال، متجوز، ومراته اسمها زكية. زكية دي كانت متجوزة قبل كده ومعاها بنت صغيرة عندها 7 سنين اسمها سحر. الزوج اتخانق، دخل السجن، فساب مراته وبنت مراته في البيت. طبعا اي راجل لما بيسافر او بيغيب او ورا في السجن في اي مكان، همه كله ان مراته يقول لها ايه؟ حافظي على عرض وشرفي. اي راجل كده وهو مسافر، لانه بيسافر بيأتمن عرضه وشرفه، يقول لمراته خلي بالك مفيش خروج في اخر الليل، مفيش حد يجي عندك، ما تروحيش عند حد وتأخري الا عرض وشرفي. ده شيء طبيعي. بتبقى الراجل اللي في الغربة عايل هم، يا ترى مراتي جعانه ولا شبعانه، بردانه ولا دفيانه، يا ترى مين اللي عندها، يا ترى خرجت، طب راحت فين، مين اللي زارها، مين بتزور مين. ده شيء طبيعي، اي حد بيغير على مراته كده. الراجل في السجن قلقان على مراته، ما بتزوروش، جت في الشهور الاخيره ما بتزوروش، مش عارف يوصل لها، قلق عليها. فضل يعد الايام والاسابيع لغايه ما خلصت فتره السجن طلع من السجن اكتشف ان مراته حامل من جاره. يعني عبد العال طلع من السجن لقى مراته حامل من جاره. المنطق والعقل ايه بقى؟ ان يقتل مراته، رغم ان ده مش ما نقولش كده لان دي جريمه، لكن نقول ان هو يقدم بلاغ يتهمها بالزنا، تسجن 3 سنين. بلاش من كده، يقول انا ما وسخش ايديا بواحده زانيه ويطلقها ويخلص من عارها، يعمل لها قعده عرفيه ويجيب اهلها. هو غلط ان احنا نقول يروح يقتلها. احنا بلد بينظموا قانون، صحيح القانون بيلتمس العذر للزوج في بعض الاحيان، لكن انت طالع من السجن، قال لي خليك تفكر تدخل السجن تاني. اللي بين اي راجل ومراته ايه؟ كلمه بتتكتب على ورقه،
كلمة بتتكتب على ورق، انت طالق. اللي بين اي راجل ومراته كلمة، ما هو بيتجوزها بكلمة. موافق موافق، موافق موافق. الواحد يتجوز بكلمة وبيطلق بكلمة. ايه اللي يخليك توسخ ايدك بدمه؟ طلقها. ايه اللي يخليك توسخ ايدك بدمه؟ ليه؟ هتعمل لنفسك مشاكل مع اهله، مع اخواته، مع عيلته. العمليه مش مستاهله. يلا الوساخه تتلم على بعض، روح وانت طالق. خلص الموضوع. ومحدش يقدر يلومك ولا يعاتبك، لان عارها على ابوها. الست اللي بتغلط وهي متجوزه مش على جوزها. جوزها بيطلقها، عارها على اهلها، على بيتها، على اخواتها، مش على جوزها. جلابيه بيخلعها ويرميها. اللي بيشيل العار كله اهله. طب انت يا عبد العال طلعت لقيت مراتك حامل، روح بلغ الشرطه. بلاش تبلغ الشرطه، طلقها. بلاش تطلقها، اعمل لها قعده عرفيه وجيب اهلها. لا، هو لك لازم انتجم. طب تنتجم من مين؟ انتجم منها؟ ماشي، ماشي. عايز تنتجم منها انتجم غصب عنك، الله يكون في عونك، عرضك وشرفك. عايز تنتقم منه؟ عندك حق والله. انتهك عرضك وداس على شرفك وما راعاش الجيره وما راعاش ان دي واحده جوزها في السجن يستحق رغم انه غلط. لكن انت سبت مراتك وسبت جارك ورايح تنتقم من بنت ما كملتش 7 سنين. اللي حصل ايه؟ ساب مراته وساب عشاها وقال لها انا هعرف انتجم منك واوجعك. راح مسك البنت اللي عندها 7 سنين وراح شق بطنها. يا اخي لا تزر وزرة وزر اخرى. هي البنت الصغيره دي عملت لك حاجه؟ لا، بس انا عايز اوجع امك. توجع امها؟ طب وذنب الطفله ايه؟ للاسف فتح بطنها، البنت ماتت في الحال. سابها وهرب. الام قعدت تصوت والناس اتلمت، هاتوا بسرعه. جت الشرطه. مين اللي عمل كده؟ قالت جوزي. ده بنته؟ لا مش بنته، ده بنتي انا. ما انا كنت متجوزه قبل كده ومطلق وهو واخدني بالبنت. عمل كده لا، ما اعرفش. في خلال ساعات كان رئيس مباحث المحله الكبرى اللي بنوجه له الشكر، في خلال ساعات تم القبض على الزوج اللي اعترف تفصيليا انا كنت في السجن، طلعت لقيت مراتي حامل. حبيت انتجم منها، ما لقيتش غير البنت الصغيره، فتحت بطن. اعترافات تفصيليه، مثل الجريمه والسلاح المستخدم. حكمت المحكمه عليه. المحكمه طبعا راعت ان هو خارج من السجن وان هو فوجئ بالكارثه دي وانه ما حكمتش عليه بالاعدام، والقاضي بيحكم حسب اوراق القضيه وحكم المحكمه عنوان الحقيقه. تم الحكم على الزوج عبد العال بالاشغال الشاقه المؤبده، يعني حياته كلها. طب ليه ده كله؟ كنت ممكن بكلمه وتخلص. انت طالب. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.